التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير. ده فرق في المشاعر بين الاثنين. انا يعني عارفه انا كنت بعمل عمل واحتسبه على التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير. ده فرق في المشاعر بين الاثنين. انا يعني عارفه انا كنت بعمل عمل واحتسبه عند الله ان انا شهيد، فمش مستني من وراه. يعني ما كنتش انا وصلت المكان داخل الحدود المصريه، انضرب عليا طلقه وهي اسمها الطلقه القاتله. بعد ما قعدت تحت الشجره اول الوادي، الهليكوبتر رفعت الناحيه الثانيه، العسكري الاسرائيلي رقد على التبه اللي هم الاثنين اللي كانوا بيطاردوا ورايا. انا قعدت، هو ضرب طلقه، انا بحسب هروح فين. انا ما كنتش مخطط اصلا ان انا اوصل المكان ده. اطلع النقطه بتاعتي، هنضرب من ظهري، ادخل الوادي، هتحبس، اجري كده هطلع. فعامل كده بفكر، فبرفع دماغي ابص نظره وداع للنقطه بتاعتي اللي كان لها منظر جميل جدا، فهو ضارب الطلقه هنا. انا برفع راسي كده وهي عامله كده، لمست الحته دي، هوا بارد محرك رموش عينيا، ومعديه خطفه بصري كده، معديه وضربه في الحص ومكسراه، وبعدين الصوت بتاعها وصل. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هو الحامي يعني الحارس. الحارس. طب معلش، لانه وقتنا للاسف بينتهي يا استاذ ايمن، انت سلمت نفسك، عايزه بقى سريعا كده نعرف بعد كده ايه اللي حصل. انا عارفه انك اتحاكمت وخدت 12 سنه سجن. اول قياده قابلتني كان اللي هو قائد المنطقه بتاعتنا، يعني حصل كلام كتير مفاده ان هو قال لي يا ابني انا هبعت اجيب الكاميرا. بعت جاب الكاميرا، قال لي انا هصور معاك صور شخصيه، الصور دي مش جهه تحقيق ولا حاجه، انا يكفيني ان انا اوريها لاولادي وافرجها لاحفادي، اقول لهم انا شرفت برئاسه هذا العسكري. احنا عندنا كتير زيك كده ايمن. قلت له ايوه في كتير، وفي عساكر عندهم وطنيه وخير اجناد الارض الجند المصريين. طيب خليك معانا ثواني يا استاذ ايمن، لانه في مداخله وفي اتصال من الضابط اللي كان مكلف بحمايتك اثناء التحقيقات، ولكن هو قبل ما تذكر الاسم معلش هو يعني بيرجو عدم ذكر اسمه لان هو لسه في الخدمه، فاسمح لي مش هنقول وانا حابب بس انا هعرفه من صوته. تمام، بس ما بقول لنا بعد الهوا مش قبل الهوا، مش واحنا على الهوا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا ايمن؟ الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيك حبيبي. فاكر لما جبتك بالليل الساعه 12 في الميكروباص يا حبيب قلبي، ما تقولش الاسم، هو طالب. طبعا هو حبيبي هو قال لك النقيب طارق. طب ما حضرتك بتقول الاسم اهو يا فندم. لا وهو دلوقتي مش نقيب يعني، ده هو باشا دلوقتي يا حبيب قلبي. فاكر واول مره في القفص لما قلت السكتير ما جات لي انا معلش اعمل عمليه كده، السكتير ما جات لي في الطلقه اللي جات لك دي، والمحامين نطوا على القفص، لا انت ما اتصبتش. فاكر انت؟ ايوه ايوه حبيب قلبي، فاكر والله فاكر. مامتك وباباك هتوجد النقيب طارق. طبعا والدي الله يرحمه ورحمه الله عليه، والدتي هي اللي فاكراك والله، وفي سيرتك على طول. الله يخليك، انت جزء ومهم جدا في تاريخ حياتي طبعا. انا ايمن لما جبته بقى حضرتك كان ايمن متاثر قوي يا فندم على فكره، كبيره قوي حقيقي. وكان انا قلت له حتى هو جاي في الميكروباص، بعدين فكيت له كل حاجه، قلت لهم لا، وبعدين كنت واخد حلويات وبسكوت معايا. فاكر ايمن في الميكروباص؟ فاكلت منه، قلت لك انت بالنسبه لي انا ضابط جيش، انت بطل بالنسبه لي. فاكر انت فاكر والله فاكر. حكيت لي القصه دي كلها ب 421 طلقه. تمام. وبعدين جبتك هناك بتاع بقى، وبعدين فعلا احنا طبعا كقوات مسلحه اتعامل معامله يعني فوق العاده. واسالي ايمن حتى اتعامل يعني انا عارفه انه تنفيذ القانون انا عارفه انه تنفيذ القانون كان شيء، ولكن بتهيألي عايز اعرف انتوا كان يعني كمسؤولين بالجيش كنتوا شايفينه ازاي؟ كنتوا شايفينه فعلا هو قام بعمل بطولي؟ لان ده اللي هو كان طالع يعمله بالفعل. هو ده كان سؤال اتوجه لي حقيقي في المحكمه. وايمن فاكر كان المحامين اللي هم بيدافعوا عن ايمن قالوا طب انت ايه رايك في اللي عمله ايمن؟ قلت لهم مع ان انا ما زلت يعني انا لسه ضابط في الجيش وكده، لكن انا شخصيا من جوه بقول اللي عمله ايمن ده عمل بطولي. حتى المحكمه نهاريها سقفت وهاجت وبتاع وحاجات زي كده. كلنا بنقول كده يا فندم. قوي، بس كان امور قوي عن كده حقيقي، كان رفيع شويه ما تخنش كده قوي، كان جسمه حلو قوي ايمن، وكان تقريبا بيلعب كاراتيه انا فاكر. ايوه يا فندم. كان بيقعد يحكي لي قصص وحاجات، وكان بيعمل تماثيل بالصابون.
كان فنان يعني كمان. وهو ليه كذا صوره معايا في البيت. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي حقيقي. يا ريت تبقى تدي تليفون لايمن يتصل بيا ولو هو. خليك بقى معانا، هم ياخدوا النمره دلوقتي حالا في انا تليفوني النهارده منشور في مصر اليوم في مقال الاستاذ بلال فضل في المصري اليوم النهارده، دور وهتلاقي تليفون ايمن. بشكرك جدا يا فندم. انا للاسف الوقت بينتهي، او الوقت انتهى الحقيقه. انا عايزه كلمه اخيره منك، عايزه اعرف منك يا استاذ ايمن النهارده انت بتعمل ايه وبتشتغل ايه؟ لانه خلاص انت ان كان هناك كان في محاكمه وكان في يعني طبقا للقانون كان لازم انه يكون في تصرف ما او تصرف قانوني معاك، انت خدته خلاص. الحمد لله. بس انت في النهايه بطل برضو. الله يبارك فيك. انت في النهايه بطل، تستحق انك تتكرم، تستحق ان انت تكون عايش حياه كويسه النهارده. انا عايزه اعرف، لان انا قريت في الحقيقه في المصري اليوم ان انت تعبت قوي الفتره اللي فاتت. هو بالظبط الامن كان عنده التوجيهات دي هي قفل جميع منافذ الرزق عني، لدرجه بعتوا يجيبوا للراجل انا شهاده الجيش كانت رديئه، ما فيش شهاده جيش لمده 4 سنين، الفيش والتشبيه سوابق، حاجات جامده جدا، لغايه لما عدى السن بتاعي قدرت اغيرها من 1.5 سنة ان انا اجيب شهاده الجيش حسنه والفيش والتشبيه يطلع سليم، ولكن كنت عديت سن التعيينات. الفتره دي كلها كانوا بيقفلوا منافذ باب الرزق قدامي وسايبين لي باب واحد بس هو المفتوح، وبيزقوا قدامي ناس معاهم فلوس وعايزين يدينوا فلوس، وهو تجاره المخدرات او السرقه. كل باب عيش سليم شريف. مين اللي كان بيزقك في الاتجاه ده؟ الامن، اتجاهات كتيره. بص حضرتك، انا يعني سوري انا توجر بيا على مدار ال10 سنين اللي فاتوا من ساعه ما خرجت من ساعه ما خرجت، وناس لمت فلوس ليا في الامارات، لدرجه ان في زمايل جم وشافوني قلت لهم ادي الواقع بتاعي. تم المتاجره باسمك تقصد، او ناس لموا فلوس على اسمك وانت ما انتش معاهم، وانا مش موجود ولا وصلك منهم حاجه ولا متفق معاهم ولا اعرف حاجه. هو اول حاجه الاستاذ بلال فضل هو ده اللي ينشر والبرنامج بتاعكم، وانا اتوجه برساله الى كل انسان عربي مسلم تبرع وشارك ليا بمبلغ ما، عيني ما جاتش في عينه ولا ايدي جت في ايده، ان هو يرجع. واتصلت على واحد انسان ما وقلت له يا استاذي انت حضرتك يعني انسانه فاضله بتكلمه وبتقول له ايمن وقع في ازمه ودخل في مشروع ارانب وخسر وعليه شيك مهدد بالسجن، فنطلب مشاركتك بس ان انت ب1000 جنيه تفك عنه الازمه لفتره شهر. قال لها ايمن من 3 سنين برضو حصل وضع كذا كذا كذا، وجت قالت لي يا ايمن حصل كذا كذا، قلت لها لا. ونرجع، قالت لي اتصل بيه، وادتني رقم تليفونه وخلتني اتصل بيه، قلت له ارجع بقى اللي انت اديته. حصل، انا فاهمه قصدك، حصل متاجره باسمك وناس لموا فلوس باسمك وانت ما وصلكش طبعا حاجه من الكلام ده كله. بتشتغلي النهارده يا انا النهارده بشتغل سباك على ايدي كده، اللي بيطلبني في التليفون بروح اصلح له حنفيه. ايه اللي انت عايزه النهارده؟ كلمه اخيره ليك، عايزك تطلب اللي انت عايزه، لان حقك تطلب اللي انت عايزه بعد اللي انت عملته. انا نفسي في حاجه. اتفضل. انا والدتي نحج، هذه السيده الرائعه، ويمكن كلام الزوج طارق يدل، تعبت معايا تعب رهيب رهيب، نفسي انا وهي نحج بس، وشغلانه كريمه بس، وشكرا. ان شاء الله تاخد مش بس اللي انت طالبه، ان شاء الله تاخد اكتر منه كمان كتير، لانك تستحق يا استاذ ايمن. الحمد لله رب العالمين. انت شرفتنا النهارده. الله يخليك. وانا سعيده ان انا اتعرفت وقعدت مع حد زيك. الله يخليك. الله يخليك. يعني غير اللي طلبه ايمن، وهو حقه يطلب كده واكتر كمان من كده. انا متاكده ان في ناس كتير هتكون مستجيبه للطلب ده، وناس كتير مش بس مستجيبه، هتكون متلهفه ان هي تعمل كده واكتر من كده لايمن. لكن انا مبادره تانية باطلقها من هنا من 90 دقيقه، انه يستحق خلاص. اذا كان القانون بيقول ان هو يتحبس